كان عليه أن يبذل الكثير من الجهد والتدريب المضني والقاسي والاحتكاك بالكثير من الأبطال العالميين والدخول في دورات تدريبية كثيرة، وطبعا التغذية الممتازة والمختارة بعناية والمحتوية على بروتينات كثيرة. ومع ذلك يجب التدقيق فيما يتناوله الرياضي من طعام والمراقبة المستمرة للوزن كي يتناسب مع مرونة كبيرة للجسم، فلا شحوم كثيرة تعرقل الانطلاقات السريعة. جوهر وفلسفة السومو والتمارين يجب أن تتضمن الجري الخفيف وألعاب رفع الأثقال لتقوية الأذرع، ثم تمارين الحديد للأرجل وقوتها وزيادة الأثقال المحمولة ومضاعفتها في كل مرة. من غرائب مصارعة السومو ذات التراث العريق ذر المصارع الملح فوق الحلبة قبل النزال طردا للحسد وجلبا للحظ، ومنها أيضا المنازلة بين بطلين بفارق وزن كبير، فليس مؤكدا فوز من هو أقل وزنا، بل يعتمد الفوز أيضا على المرونة والقوة والتركيز والتدريب، على تكنيكات مسك الحزام وطرق الدوران والدفع. ومن الغرائب أيضا أنه لم يكن مسموحا للنساء ممارسة هذه الرياضة بل وحتى مشاهدتها، ولكن للشعبية الطاغية لهذه اللعبة في اليابان فقد اتجهت الكثير من النساء لمزاولة هذه الرياضة، ولكن قلما تجد المصارعة امرأة بوزنها للتدرب فتضطر للتدريب مع زميلها الرجل، وقد تتفوق عليه من يدري. أمنيتي أن حلمي يعني مثل ما أقول أن أروح العراق وأسوي فريق سومو يعني، وأخلي أحصل به نتائج بالنسبة على مستوى العالم، وإن شاء الله هذا الشيء يعني ما يكلف، يعني هذا حلم كلش بسيط يعني. أقدر مع اتصال مع اللجنة الأولمبية واتحاد المصارعة ونبدأ إن شاء الله بناء فريق جديد للسومو قريبا ان شاء الله. وانا يعني اتمنى ان يعني بالمستقبل اذا بالعراق او اي دوله عربيه ان نبدا بالسومو يصير صراحه. بالنسبه لبعض الناس يقول لك انا يعني وزني ثقيل ما اقدر امشي، ما اقدر العب حديد اتعب، بالعكس السومو ده يمكن اذا يتدرب سومو يصير عنده قوه ويصير عنده سرعه ويصير عنده تركيز.